السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. من قيمة يومين القيادة المصرية دعت أبي أحمد لحضور قمة دول الجوار الأفريقي عشان يحاولوا يحلوا مشكلة الحرب الأهلية في السودان. النهاردة تم دعوته لزيارة العاصمة الإدارية. المفاجأة بقى، مين اللي كان بيفرجوا النهاردة على العاصمة الإدارية؟ كان بيفرجوا النهاردة مش السيد الرئيس، لا، اللي كان بيفرجوا النهاردة قادة الجيش المصري. طبعا اللي مش واخد باله دي رسالة مبطنة، رسالة مبطنة. ليه قادة الجيش المصري هم اللي يفرجوه على العاصمة الإدارية الجديدة؟ ال 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 الجولة بتاعت النهاردة بقيادة قادة الجيش المصري فيما معناه احنا بنفرجك على العمارة، على العمار والتنمية. انت لو حابب تتفرج على العمار والتنمية وبلدك تبقى فيها نماء وعمار، ماشي. البديل هو الدمار. فما كانش يبقى فيه عمار هيبقى فيه دمار. احنا فرجناك على العمار، ما فاضلش غير الدمار. القيادة الأثيوبية أعلنت إن هي هتأجل الملء الرابع، اللي هو هيتم فيه تخزين 25 مليار متر مكعب مية، واللي هي تعتبر نص حصة مصر. الكلام ده لو تم تخزين الكمية دي، مصر هيحصل فيها جفاف. اي نعم، السد العالي موجود وهناخد من المخزون، بس المخزون هينخفض جدا 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 وهيأثر على توربينات السد العالي وعملية توليد الكهرباء. اي نعم، هيبقى فيه بديل لان مصر عندها وفرة في انتاج الكهرباء، ولكن لما النيل بينخفض كل المراكب بيحصل لها عملية شحط. يعني منسوب الماء بينزل، فالسفن النيليه والسياحيه والبواخر السياحيه والفنادق السياحيه بتشحط في الطين في قاع النيل. وكمان عمليات الري تبقى صعبه. بدل ما يبقى اسمه ري بسيط كده تاخد من ميه النيل مباشره وتروي للاراضي الزراعيه، لا، هتضطر تجيب ماكينات عشان تروي الارض. لذلك قاده الجيش المصري النهارده هم بنفسهم اللي فرجوه، مش السيد الرئيس. كان سهل ان السيد الرئيس يفرجه، ولكن هي دي رسالة مقصودة. ان ما كنتش حابب العمار اللي احنا بنوريه لك، مش هيبقى قدامنا غير الدمار والخيار شمشون. ايه هو الخيار شمشون؟ ان احنا هيبقى عملية دمار شامل ودمار كامل، ومش هنخاف من عقوبات عسكرية ولا عقوبات اقتصادية ولا اي حاجة، لان المواطن المصري والارض المصرية اهم من اي عقوبات واهم من اي شيء يفرض علينا غصب عننا ويكون فيه تهديد لارواح المصريين. اذا عجبك الفيديو دوس لايك، سبسكرايب، وفعل زرار الجرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.